اعملي الجلاش بالطرق التقليدية، يبقى الفيديو ده ليكي. ان شاء الله هتتعلمي معايا طريقة سهلة وبسيطة ومفيش ابسط من كده. هتقدري تفرحي بيها عيلتك واصحابك. وقبل ما نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. واول مكون هيبدأ معانا اي نوع مكسرات موجود عندك في البيت، اي نوع انت حباه. كوباية سمنة، عندك لفة الجلاش، الفرشة ما ننساهاش دي ضروري، الصينية بتاعتنا اللي احنا هنحط فيها الجلاش. طبعا احنا كلنا مصر كلها اشترت كمية كبيرة من الجلاش وحطيتها في التلاجة، وطبعا ما استخدمناهاش كلها، واكيد حد فينا عنده لفة ولا اتنين كده موجودين في التلاجة. طبعا احنا مش هنرميهم، نبتدي نعمل بيهم نوع حلويات كده سهل وبسيط، وهيفرح البيت كله والكل هيتبسط بيه وكل اللي هيدوقها عندك هيقولك الله انت عملتيها ازاي. اول حاجه زي ما انتم شايفين انا مش هقدر اتحكم في تقطيعه الجلاش، زي الورقه عندي بقى زي ما هي متقطعه كبيره صغيره انا هاخدها زي ما هي، مش هعمل فيها اي حاجه. هنبتدي كده نديها دهنه بسيطه بالفرشه، ولازم واحنا بندهنها ناخد بالنا كويس علشان الورقه ما تتقطعش مننا وتبوظ، ونبتدي بقى نقول لا الوصفه مش هتنفع معانا ومش هنعرف نعملها وصعبه والكلام ده كله، ونرمي بقى لفه الجلاش تبقى مشكله. نبتدي ناخد رشه كده بسيطه من المكسرات، نقعد كده نرشها رشه بسيطه خالص، انا مش عايزاها فيها اي كلاكيع او تكتلات، انا عايزاها كده زي نفرشها كده على ورقه الجلاش وما تبقاش فيها طبقات. هناخد كده السيخ الشاورما دي، هنبتدي نسيب 2 سنتي ونبتدي نلف الورقه بتاعتنا زي ما انتوا شايفينها كده، نعملها رول. بصوا الطريقة سهلة وبسيطة خالص، ويعني اكيد كلكم شفتوها كتير، يعني انا مش اول واحدة اعملها، بس بجد هي الطريقة عجباني جدا ويكون طعمها حلو وبيكون شكلها كمان حلو لما بتستوي تتحط في الفرن ما تحفة. زي ما انتم شايفين طبعا انا اديتها كده مسحة بالفرشة وضغطت عليها من الاحرف وابتديت ان انا اكشكشها، المها كده على العصايه زي ما انتم شايفين، واضغط عليها شويه قبل ما اطلعها من السيخ بتاعي. ضروري الضغطه دي، ونبتدي نديها كشكشه كده بسيطه، نسحبها كده من السيخ ونحطها في الصينيه. طبعا قبلها نبقى متاكدين ان احنا دهنين الصينيه بتاعتنا كده دهنه كده بسيطه من السمنه. وناخد بقى ورقه كمان ونعملها مع بعض. بصوا والله الموضوع سهل وبسيط جدا، ومحدش يستصعب اي حاجة، واي حاجة عندنا في التلاجة نطلعها ونفكر احنا ممكن نعيد تدويرها ازاي. بجد تحفة، يعني محدش فينا يرمي اي حاجة، دي نعمة ربنا وربنا يديمها علينا نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. بجد في كذا طريقة ممكن تعيدي بيها تدوير اي اكل في البيت، تعمليها حلويات، تعمليها بقى اكل مالح، بجد هيعجبكم جدا. بصوا انا عملت نفس الخطوة، بصوا شكله عامل ازاي، بجد تحفة تحفة تحفة، يعني مفيش احلى من كده. حطها بقى في الفرن على درجة حرارة 180 زي ما انتم شايفين. انا اهي طلعتها من الفرن، بصوا خليتها صفرة كده قهرمان، بجد تحفة. بصوا عاملة ازاي، تحفة بجد بجد. بصوا لما كسرتها بصوا عامله ازاي، بجد مورقه وجميله ومقرمشه. والله انا يعني مش عارفه اوصف لكم هي قد ايه حلوه وقد ايه طعمها جميل وقد ايه هي كانت سهله وبسيطه وما اخدتش مني 10 دقايق، يعني بجد بجد حلوه. والشربات طبعا يعني تحفه تحفه. طبعا كلنا بنعرف نعمل الشربات. هو انا حطيت كوبايتين سكر على كوبايتين ميه ونص ليمونه، وزي ما انتم شايفين اهو الطعم بجد تحفه. وكل سنه وانتم طيبين وبصحه وسلامه وخير يا رب، ويا رب الفيديو يعجبكم